السلام عليكم بودكاست. ان شاء الله عودة قادمة. طبعا كنا موقفين فترة طويلة جدا علشان الامتحانات والليلة دي كلها، بس ان شاء الله احنا راجعين يعني بقوة. نبدأ ان شاء الله نعمل يعني كونتنت محترم عن موضوع الدراسة في امريكا شكله ايه، وايه اللي انت محتاجه، وايه الانسب ليك، لان انت مش كل حاجة تبقى مناسبة ليك. لازم تفكر انت محتاج ايه. و... وانا عندي نقطة مهمة جدا، يعني عندي نقطة مهمة جدا 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 من كل الناس اللي هتشوفني او كل الناس اللي عايزة تكلمني. بالله عليك بالله عليك ما تسبقش الاحداث، يعني خليك واحدة واحدة، خليك ماشي واحدة واحدة، خليك انت عارف انت عايز ايه في الاول، وتمشي الخطوة واحدة واحدة. مش تقول لي نتكلم في ده بعد كده كلمنا عن تصريح سفر. يعني انت طب خد الفيزا الاول بعد كده اتكلم عن تصريح سفر مثلا، او مثلا هعمل ايه في مثلا في السفارة وانا لسه ما قدمتش على كليه اصلا. فاهم؟ فكل حاجه ليها حل، وكل حاجه ليها حل، وكل حاجه ليها موضوع. فاهم انت؟ وهنبدا، يعني اي حد يبدا معايا ان شاء الله انا هعمل سيستم محترم جدا بيسهل كل الامور لينا وليك، ومش هيبقى فيه صعب، وان شاء الله هتبقى الشغل كويس جدا بينا والتعامل هيبقى كويس. نحاول ان احنا طبعا هعمل كل الناس كاخواتي، انا مش شايف ان الموضوع ده شغل قوي، بس هحاول ان انا اساعد الناس قد ما تقدر، وان شاء الله الموضوع يبقى كله خير ويعني الناس كلها تحقق احلامها. ونقطة تانية مهمة، مش كل واحد ليه يعني مش كل واحد ليه نفس الحاجة. يعني انت مش شرط انها تظبط معاك في امريكا، ممكن تظبط معاك في حتة تانية. انت مثلا عايز في امريكا ان هو حلم مثلا وحاجة كويسة، طبعا الموضوع يستاهل وكل الكلام ده، بس ممكن ما تبقاش ليك. تمام؟ فما تزعلش. لو انت عايز تاخد الريسك ده فهو حاجة كويسة انت بتبدأ فيه وتتعب فيه كويس. ركز على كلمة تتعب فيه كويس عشان تقدر انت او تستاهل الحاجة اللي انت هتاخدها. بس وان شاء الله اشوفكم في سلسلة كاملة باذن الله عن موضوع الدراسة والكوميونتي كولجز واليونيفرسيتيز والانجلش لانجويجز وكل الكلام ده كله ان شاء الله هنتكلم فيه باختصار، وهنحاول نفهمكم واحدة واحدة، واللي محتاج يقدم معاه ونقدر ان احنا معاه من الاي للزي لحد ان شاء الله ما يجي هنا واخده من المطار ويحقق هو عايزه. بس وان شاء الله اشوفكم حلقة تانية. السلام عليكم.